الكلاسيكو في الدوري الاسباني ديال ريال مدريد وبرشلونه هاد الموسم فازت البارسا. واي 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 مصيبه. البارسا ما عرف كيف يفوز. هاو اي واحد سولو قبل ما تنطلق المقابله، لا برساوي ولا المدريدي، شكون اللي غادي يفوز؟ ريال مدريد. البرساوي شكون غادي يفوز؟ ريال مدريد. واخا البارسا قدمت واحد الاداء زوين ضد البايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا، فازت ب4-1، وهذا الشيء قليل فين تشوفوا، حيتاش الباير دمرت البارسا في هاد السنوات الاخيره، ما كاين غير الدق ديال الفوز. وهيدا كل الجماهير ديال البارسا كيقولوا الريال غتفوز، ما تيقينش في الفريق ديالهم. كيقولوا لك ريال مدريد دارت واحد الريمونتادا على دورتموند، ودورتموند هذا العام هي دورتموند العام اللي فات. واش هبال ولا؟ الله يهديكم، خدموا معنا عقلكم. بال مدريد بيعثنا العجل في داك الريمونتادا. حنا كنا كنقولوا حتى في هذه المقابله كاينه الريمونتادا، واخا جوج ديال الاهداف كنا كنقولوا الريال غادي تقلب في المقابله وغادي تجيب لنا شي نتيجه زوينه. ساعه العكس، داكشي اللي كنا كنتوقعوا كاع ما كان. ما علينا، البارسا بدات في المقابله باللي ما خايفاش من الريال، وحتى هي قادره تنافس على الدوري الاسباني وعلى الدوري ابطال اوروبا. فليك دخل الدراري غير اللي غادي يعطيو في المقابله، ما كاينش الكلاس. مهم الشوط الاول النتيجه لصالحنا كما شفنا. البدايه ديال برشلونه في الدوري الاسباني البدايه ممتازه، كاين شي المقابله اللي كيلعبوها وكيخسروا فيها، ما كاين لا غير 3-4-5 3-4-5، الا اوساسونا اللي وقفتهم عند حدهم عطاتهم 4-2. وكنا كنتوقعوا ريال مدريد حتى هي غادي دير نفس الشيء اللي دارتو اوساسونا، ولكن العكس. اللاعبين ديال ريال مدريد كما شفناهم في المقابله ديال دورتموند عطاو كل ما عندهم وبينوا لنا واحد الاداء واعر وقادرين يفوزوا في الكلاسيكو. بالنسبه لي شفت الاداء ديال برشلونه ضد الباير وشفت الاداء ديال الريال ضد دورتموند، كنت كنقول الكلاسيكو ديال زمان غادي نشوفوه حاليا، وداك الشيء اللي كان الكلاسيكو ديال زمان شفناه حاليا، ولكن لصالح البارسا. الجماهير ديال البارسا انتقدونا وتنمروا علينا وما خلاو ما قالوا لنا، ولكن عادي ماشي مشكل، كرة القدم هذه مازال ما جي كلاسيكو اخر وراو ما عندكم. كما شفنا الكلاسيكوات العام اللي فات، لا في الدوري الاسباني ولا في السوبر ديال اسبانيا، شكون اللي فاز فيهم؟ ريال مدريد. عادي يعني هادشي ما خصناش ندوروا ليه، حنا خصنا نمشيو في الجديد، ما عندناش مشكل، حيت الريال ديما كتجيب الجديد لا في دوري الابطال ولا في الدوري الاسباني. حيت البارسا في هاد السنوات الاخيره ما كاين لا غير الخسائر، ما كاين لا غير المدربين مشاو المدربين جاو، اللاعبين مصابين، يعني عانات. والجمهور ديال البارسا مسكين كان في الحاجه ديال الفوز، يعني كان متعطش لهذا الفوز. ماشي مشكل الا فرحوا، ماشي مشكل الا شوفنا 4-0 في ستوريات، ماشي مشكل الا جلسنا معكم في القهاوي وبقيتوا علينا 4، ماشي مشكل الا قلتوا لنا 5. وحتى من الجمهور ديال الريال ما خصكمش تبقاو تقولوا لهم 15 ديال دوري ابطال اوروبا، حيت هما ما لعبوش في دوري ابطال اوروبا، لعبوا في الليغا. خصنا نهضروا على الليغا، ما نبقاوش نقولوا لهم كريستيانو نسيتو، هما ما خصهمش يبقاو يقولوا لنا ميسي، حيت حنا كنزيدوا للقدام. هذه راه مزال لمدريد اول كلاسيكو في الدوري، وانت عاد ديتي دوري ابطال اوروبا، يعني باقا عليك واحد الصوره زوينه، احسن فريق في العالم، وغتشارك في كاس العالم الانديه اللي هذا العام غادي يكونوا فيه 32 فريق، وغتخسر ضد البارسا واللي عندك واحد التشكيله واعره، مبامبي، بيلينغهام، فينيسيوس، فالفيردي، تشواميني، وزيد غير اللاعبين الواعرين، وغادي تخسر. ما يمكنش. البارسا الشوط الاول قدمته زوين، والريال حتى هي قدمت الشوط الاول زوين، خرجوا بالشوط الاول لا غالب ولا مغلوب، غير كيليان مبامبي سجل واحد ديال الاهداف ولغاوهم له، حيتاش حصل في التسلل. ما علينا، حتى لهنا كلشي زوين. بالنسبه لنا حنا كرياليين كنا كنقولوا الشوط الثاني غادي تبدل الخطه ديال انشالوتي وغادي نفوزوا على البارسا. الفكره ديالي
هو اللاعبين ديال البارسا ما عندهمش خبره، مازال صغار، ما عندهمش اللياقه اللي غادي تكمل المقابله ديال الكلاسيكو حتى نهايه المقابله. يعني في الشوط الثاني كنت كنتوقع غادي يرجعوا للدفاع ويبقاو غير التاكيو اللعبيه ديال الريال غيلعبوا الكره، ولكن العكس، التفكير ديالي خانني. اللاعبين ديال الريال تفرقوا، بيلينغهام هو مع الحارس الفوق ديال البارسا، كيليان مبابي كذلك، فينيسيوس كذلك، فالفيردي اللي كنا كنعرفوه في وسط الميدان ما كيرحم حتى واحد، يعني الملاعب اللي كيجي كيحيد له اللورز ديالو. زيد عاود حتى تشواميني عاود كذلك، يعني غير الدباحه في وسط الميدان ديال ريال مدريد، ولكن ما شفنا منهم حتى ردة فعل زوينه. اللاعبين ديال البارسا دخلوا في الشوط الثاني صافي باغيين يسجلوا، ما كاينش الرجوع للخلف. يعني الاهداف خصنا نفوزوا. كما شفنا المدرب فليك دخل بالدفاع متقدم، يعني اللاعبين ديال الريال كلهم يحصلوا في التسلل، فاتوا الشرطه ديال وسط الميدان ترفعت عليهم الرايه. واللي كان الضحيه ديال المقابله هو كيليان مبابي، شي 8 ديال المرات هو كيحصل في التسلل، وبزاف اودي خويا مبابي. انت اللعاب الواحد في التاريخ ديال الكلاسيكو اللي غادي يحصل بزاف ديال المرات في التسلل. واول مقابله ديالك اصاحبي بزاف ايوا، حنا كنا كنتوقعوا منك شي حاجه حسن، حنا كنا كنتوقعوا منك ديك الايامات ديال كاس العالم، باس فيو غاز سجل الهدف ايوا صاحبي. شوما وما ديك فينيسيوس انا ما عرفتوش فين تلف. المهم اللاعبين ديال الريال البارح ما كانوش في الاداء ديالهم في المره، والدفاع كان مخرب. اول فرصه جات للبارسا اللي سجلت منها الهدف الاول، ميندي غطى على ليفاندوفسكي باش ما يحصلش في التسلل. دابا ميندي طوال وتقوس في الوسط، عنده شي حاجه خارجه هي اللي غطات على ليفا وسجل الهدف الاول. عاود جات الكره الثانيه وسجلها ليفا. غير هنا فين كان روديغر؟ بحال هاد الكره هذوم هو اللي خصو يتكلب بيهم. البارسا سجلت الهدف الثاني وحنا كنا كنتوقعوا الريمونتادا من الريال. ايوا فينيسيوس، ايوا بيلينغهام، ايوا كيليان. ساعه والو، غير كنعصبوا راسنا، غير كنحمقوا راسنا. جا داك الولد الصغير يامال، واحد الكره داك الاتجاه هذا ويعطي اللونين زداف، ما عرفها منين جازت له مسكين، خلاه بداك الشبكه تالف. سجلوا الهدف الثالث، عرفت القضيه حماط. شمن الريمونتادا اللي وقعت؟ فين ديك الريال اللي كنا كنعرفوا؟ اللاعبين ديال البارسا 3 ديال الباسات في وسط الميدان، الكره وصلت لعند شوكات المدريد. الا فازت برشلونه في هذا الكلاسيكو حيتاش ريال مدريد ما كانش في المستوى ديالها، ما كانش في المقابله، كانت خارج المقابله. خلات البارسا تفوز، ولكن شكون اللي كيلدق؟ هو الجمهور. دخل الفيسبوك جبر 4-0، جا الاخبار جبر 4-0. كارلو انشالوتي معصب على المدرب فليك، علاش فزتي عليا بأربعة، وعلاش كتضرب عليا شقلايبه هنايا، وعلاش. ولكن كنتمناو منك ترد له السلف في الكلاسيكو اللي جاي، وفي الارضيه ديالو قدام الجمهور ديالو، الا كنت انت مدرب مخ ومول المسيكه. يلا كذاك ديك المسكه على خلاها، ما كتحيدلكش التوتر. جا واحد المدرب اول كلاسيكو ديالو فاز عليك ب4-0، بزاف ودي خويا كارل. وهذا هو حل الكلاسيكو، مره على المدريد مره على البارسا. بالنسبه للجماهير ديال البارسا بينوا لنا باللي يفوز عليهم اي فريق ويفوز عليهم باي نتيجه ما يبقاش فيهم الحال، ولكن غير كتفوز عليهم ريال مدريد كيتخبعوا، كيطلع لهم الدم، كيغيبوا على القهاوي، ما كيبقاوش يجيو، كيغيبوا على الاصدقاء ديالهم في داك الفتره ديال الخساره. ولكن فاش فازت البارسا في هذا الكلاسيكو بينوا داكشي اللي عندهم الداخل ديالهم، وداك الحرقه اللي كانت عندهم في قلبهم، وعادي بداو كيبينوا اللي هما مخ، كيعرفوا كيفاش يحشيو الهضره، كيعرفوا كيفاش يتنمروا. المهم ما علينا، خذوا راحتكم، السيمانه ديالكم، تستاهلوا هذا الفوز وتستاهلوا تخرجوا داكشي اللي في قلبكم، حيتاش دابا هذه 3 ديال السنوات وانتوما محقورين. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. مبروك على العشاق ديال البارسا، الفوز على ريال مدريد 4 كما دار كافي الفينيسيوس. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. منساوش تعطوني الراي ديالكم، والسلام عليكم.